لما كنت بقول لك ان مصر داخله على ان هي تبقى دوله عظمى، وان بعد كده مصر هتبقى ند بند مع اي دوله عظمى، كنت بتتريق عليا. ولما مصر قالت لترامب لا 5 مرات، من ضمنهم لا 3 مرات للتهجير، قلت ان الموضوع متفبرك، لعبه بين مصر وامريكا والسيناريو مترتب ومسرحيه هتتعمل. طب النهارده مصر بترفع الحواجز من قدام السفاره البريطانيه في جاردن سيتي بعد النمره اللي عملها شويه الهلافيت في انجلترا، وبعد ما انجلترا تواطأت معاهم قررت مصر ان هي ترفع الحواجز من قدام السفاره الانجليزيه في جاردن سيتي اهو بالمره عشان نوسع الشارع كان متاخد نصه بسبب الحواجز ده، لاننا كنا بنحترم الدول اللي بتحترمنا. لكن ما دام الاحترام مش هيبقى متبادل، فلا يا حبيبي، العين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم. ولو انت فاكر ان دي اول اجراءاتنا واخرها، لا، احنا عندنا اجراءات لا محدوده. كل ما هيحصل تواطؤ منك كل ما هيكون في من عندنا اجراءات غير محدوده. هي دي مصر، واي مساس بسياده مصر ومظهرها ومحاوله احراجها سواء في الداخل او في الخارج هيكون الرد عليه بقمه القوه. تحيا مصر.